السلام عليكم، اخباركم ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله هنعمل مكرونه بصوص وبطعم خيالي بجد يا جماعه، خيال. هتضيفي بس مكونين، هتحسي ان انتي اول مره تاكلي مكرونه بالصلصه. شويه خضار كده حلوين، شويه فلفل، بمكونين زي ما انا قلت لك. هتعيني حاجه وهتحطي حاجه، بجد يا جماعه والله العظيم دي من اجمل المكرونات اللي انا عامه عملتها وجربتها ولقيت طعمها حلو. مبدئيا كده يلا نبدا. اول حاجه على الوصفه بتاعتنا، حطيت طاسة على النار كده، تمام. هبدأ اضيف فيها طبق زي اللي انتوا شايفينه ده. كمية المكرونة دي بتاعتكم كتير قليل بتاعتكم، تمام. حسب عدد افراد اسرتك يعني. حطيت المكرونة كده، كله هنعمله ني في ني. دي تقدري تقولي عليها مكرونة ال5 دقايق. طبعا انا لا بصور 5 دقايق، ممكن في ايدك ما تاخدش اصلا 5 دقايق. حطيت نفس الطبق برضو فلفل، تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرنين وفصين كده توم، قطعتهم صغيرين قطع صغيره وحطيتهم زي ما انتوا شايف. وبصلايه صغير، ما حبيتش ان انا اكبر البصلايه علشان البصل بقى ب40 جنيه مش معانا خلاص فلسني. وحطيت طبق زي ما انتوا شايفينه كده طماطم، تكتريها تقلليها دي برضو بتاعتك. بس انا حبيت ان انا اعمل لها صوص تقيل شويه، ماشي. حطيت المكونات بتاعتي كلها دي بقتي تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى اتبل بالتوابل بتاعتي: رشة فلفل اسود، رشة كمون، رشة كزبرة. لو حابة تحطي بابريكا براحتك حطي بابريكا، مش حابة خلاص. هحط مكعب دجاج، رشة الكزبرة اهي، تمام. وهبدأ بقى احط مكعب الدجاج بتاعي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك لي فيها، فضلا طبعا منكم وليس امرا. وحطيت حوالي من 4 ل5 معالق من الزيت، يكون زيت نظيف ملهوش رياح علشان ما يأثرش في الطعم. لو بتتفرجي على اليوتيوب ما تنسيش تشتركي في القناة، ولو بتتفرجي على الفيسبوك ما تنسيش تعملي لي متابعة للصفحة. حطيت هنا اول حاجة مج من المية، تمام. وهضيف مج كمان. هقلب كل المكونات بتاعتي كده مع بعضيها، وهرجع اضيف بقية المية على فكرة. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم. وبجد يا جماعه والله العظيم دي من اطعم المكرونات اللي انا عملتها، وانا ربنا شاهد عليا. هبدا بقى اضيف المج التاني. انا حطيت هنا نصه وبعدين ضفت النص التاني، بس هو هياخد معايا المجين. لو انت تستخدمي نفس الكميه ضيف المجين. طبعا بقى مش قادره اقول لكم الني في ني كله ده بجد احسن من التسبيكه متمر. يعني انت لو هتعملي لها تحمري لها البصلايه ومش عارفه ايه، والله العظيم دي اطعم منها، وكفايه انها ما بتاخدش وقت. وحطيت ملح حسب الرغبه. اول سر بقى اهو الكاتشب يا جماعه. في ناس بتضيف صلصه، انا مش بفضلها ابدا. انا من الناس اللي ما بحبهاش اصلا، وقليل خالص لما بستخدمها. بس انا هنا استخدمت الكاتشب والصويا صوص. بجد يا جماعه المكونين دول بينقلها في حته تانية. والله العظيم احنا ما بنشبع من المكرونه دي، يعني بيبقى عايزين اعمل المكرونه دي كل يوم. حطيت حبه صويا صوص. طب انت ما عندكيش المكونين دول، يبقى هتضيفي مكانهم صلصه، بتاع ده اهو. صلصه، تمام. بس الكاتشب والصويا صوص بجد هما اللي بيدوا للمكرونه دي يا جماعه طعم تاني خالص. تحسي كده انه بينقلها في حته تانية. هقلب بقى المكونات بتاعتي كده، تمام. هسيبها تغلي كده على نار عاليه، وغطيها بالغطا بتاعها. وبعد كده ابدا اهدي عليها النار، تمام. هبدا بقى ارفع كده. ومش قادره اقول لكم كمان على فص الثوم، معامل ريحه وطعم يا جماعه يجنن. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى اضيف نص الكوب اللي فاض، تمام. وعلى فكرة لو انت حابة تعملي الصوص بتاعها اكتر من كده، ممكن تضيفي كمية الطماطم اكتر، وتضيفي حبة من المية كمان، تمام. انا ضفت كمان ربع مج من اللي انت شايفاه ده، بس هو ما ظهرش هنا تقريبا، الفيديو كان واقف فما ظهرش فيها.
شايفين المكرونه العسوله بتاعتي بقى عامله ازاي؟ شايفين الشكل؟ اصلا الشكل بيتكلم والله العظيم من غير حاجه. يعني الشكل ده بجد شكله خرافي. الفلفل الاخضر مع الطماطم بجد حاجه كده روعه فعلا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا والجو الشتا بقى وعايزين حاجه تدفينا تنفع لجوع الليل، تنفع بين الوجبات، للاطفال حلوه جدا. وكده خلاص كانت المكرونه بتاعتي جاهزه زي ما انت شايفه. بجد يا جماعه طعمها روعه. شايفين بقى بجد حاجه كده في البرد كده تدفيان. اقرب الكاميرا كده واوريها لكم. شايفين بقى يا جماعه عامله ازاي؟ شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي؟ بجد حاجه كده عظمه فعلا. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم. متنسونيش باللايك والشير فضلا طبعا منكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.